ياخذ مثلا. وسعيد بوتفليقه ما علاقته بالسوناتراك؟ لانه هي وكانها لغز الان حتى تتضح للمشاهد. سعيد بوتفليقه ليس ما فيش شيء يمر في سوناتراك قبل ما يمر عليه، لانه شكيب خليل صديق حميم له. شكيب خليل هو رئيس سوناتراك. هو رئيس سوناتراك نعم، يعني رئيس هو وزير نعم. ولكن سوناتراك تحت امرته. فالان سعيد بوتفليقه لا ياخذ اللقاء مع اي شخص، مع اي بزنس مان او مع اي رجل اعمال يمكن ان يتصل بسوناتراك الا ويعطيه 10 دقائق ويحاسب له 10 دقائق ب50 مليون سنتيم. وهذه يعني تعطيك نبذه يعني على مدى تطور مدى تورط سعيد بوتفليقه في الملف. الملف الان الملف الان اللي ظهر فيه انه نجل شكيب خليل او ولد اخوه ابن اخوه نعم كلف سوناتراك اكثر من 2 ملاير دولار. اكثر من 2 ملاير دولار. ملياري دولار. 2 مليار دولار خسرها سوناتراك. هذه في ظرف واحد فقط. سوناتراك خسرت الكثير جدا من الاموال، حتى اصبح مثلا الشعب الجزائري لا يجد غرفه ليتزوج فيها. لا، افظع من ذلك، الشعب الجزائري ياكل من زباله واد السمار، والناس تتمتع باموال الجزائريين وكانها اموال خاصه. الناس تهدي اسهم سوناتراك الى عشيقات في امريكا. الناس اعطينا اسماء يا سيدي، من هؤلاء؟ الناس اللي اقول لك انه شوف مثلا سوناتراك فيه مديريه في المخابرات. هي مديريات النقاط الحساسه. هي على فكره السوناتراك تحت سيطره المخابرات، واضحه المساله. يعطيك الصحه. السوناتراك تحت سيطره المخابرات ككل وقت. وفي سوناتراك اصلا كاين فيه مكتب مخابرات يشرف على كل امن سوناتراك. فمن نقول يعني حتى الشعب الجزائري يعرف ايش اللي جرى يعني. من المستحيل ان المخابرات لم تكن على علم بما يجري في سوناتراك، هذا مستحيل. الافظع من ذلك انه في سوناتراك قلت اصرات اختلاسات كبيره جدا، مثلا مع شركات معروفه مثل الباسو. تم مثلا مع هذه الشركه الباسو وضع شراء معدات لم تصل الى الجزائر، كلفت مئات الملايين من الدولارات. اخذها ناس معروفين. مثلا مع شركات التنقيب، مع شركات الاستغلال. الشركه سوناتراك مولت، رجعت ناس في المؤسسة الحكم يعني في السلطة الجزائرية، أرجعتهم يعني من لا شيء إلى مليارديرية، من لا شيء إلى مليارديرات. أموالهم لا تأكلها النيران إلى ثالث حفيد. فيعني الحجم رهيب جدا، إلا أنه تم إخراج هذا الملف يعني بصيغه سطحيه حتى يضغط به الرئيس على توفيق على بوتفليقه فقط لا غير. يعني انا اريد ايضا ان استوضح مع المواطن الجزائري والعربي الذي يتابعنا الان. نعم. بوتفليقه يعني فقط خايف على شقيقه ولا يريد فضح هؤلاء البارونات والجنرالات المتورطين في الفساد. افضح الجميع اذا انت صادق يعني في فضح الفساد يا سيدي. لا شوف، الناس حتى تعرف سياسه بوتفليقه لما جاء الى الحكم او قبل ما يجي الى الحكم تكلم مع الناس كلها، حتى انه تكلم معنا كذلك، قال ساعدوني في ماذا؟ ساعدوني في تغيير الجزائر، قال للناس كلها نفس الكلام. هذا مؤشر ايجابي في البدايه. لا ليس في البدايه. في البدايه حتى يوصل الى سده الحكم. ولكن بعد ما وصل الى سده الحكم خلاص يعني هو هناك حتى انه تعدى على القانون وغير القانون باش ياخذ عهده ثالثه. الان بوتفليقه همه الوحيد انه يموت كرئيس للجمهوريه. كما قلت لك في اول الامر، هو الان ينتقم من الشعب الجزائري ومن الجزائر اللي حاوزته في وقت من الاوقات لا غير. على كل حال انتم كنتم تعلمون منذ البدايه بانه لديه ملفات فساد، ولكن لا يريد ان يظهرها بوتفليقه. بالطبع نعم بالطبع، لانه بوتفليقه قلت لك انه يتكلم عن الناس جميعا. وبوتفليقه صحيح انه في وقت من الاوقات استطاع انه يجلب اليه يعني مجموعه من الضباط من الجيش، لانه كانوا في الاول يظنوا انه سيغير شيء، ستكون عنده سلطه الرئيس حتى يحكم المخابرات. المخابرات ما حكمها ولا رئيس. الرئيس الوحيد اللي يحكم المخابرات هو بومدين. بعد بومدين اصبحت المخابرات هي اللي تحكم في الرؤساء كلهم. يعني سيد هارون ربما انت الفقير الوحيد اذا في هذا في المخابرات. لا كاين شوف الحمد لله كاين رجال صحيح قلال، ما يعني من كما يقولون ما نغطيوش الشمس بالغربال. الرجال قلال ولكن معروفين. كاين رجال في الجزائر وقلتها ونقولها انه الجيش الوطني الشعبي. لكن جنرال توفيق لم يجد ضابط
شريف يقول له لا يا سيدي هذه سرقة يجب لا المشكلة لا كاينين اللي قالوا لا، كاينين اللي قالوا لا، من يقول لا ولكن دفعوا الثمن بأرواحهم. دفعوا الثمن بأرواحهم. المشكل الآن أن المواجهة مع توفيق وأمثاله لا تأتي من باب الرجولة، من باب الشرف، من باب لأنه ما يستعرفوش بالرجال. لا يوجد حوار مع لا يوجد حوار، لا يوجد تبادل مع مثل هؤلاء، لأنه همهم الوحيد هو السلطة. كاين أمر مهم لا يمكن اللعب به في الجزائر، هي السلطة، هي الحكم. الحكم لا يلعب به، عفوا. يعني ربما أنا سأحرم على نفسي زيارة الجزائر بعد التطرق لهذه المواضيع أيضا. لا يعني نشكر مسؤوليتك. يعني على كل حال، ما حقيقة أيضا الحسابات السرية للجنرالات في سويسرا؟ شوف، هناك حديث جرى عليها ولا ندري مدى الدقة، يعني هل سويسرا بيرن أعطتكم بعض الملفات السرية؟ لا، مش بيرن أعطتنا، البيرن لا تعطي أي شيء. معروف أنه البنوك السويسرية لا تعطي أي شيء. إذن احنا قبل ما نتطرق إلى البنوك السويسرية الحسابات، نتطرق مثلا كيف صنعت هذه الحسابات، كيف أنه مثلا جنرالات، ناخذ الجنرال العربي بخير مع النومات، يعني صحيح النومات هو في ذمة أول واحد فتح تقريبا كما يقال، ولكن هو اللي فتح باب الفساد. العربي بالخير كان مثلا وراء قضية مهمة جدا، لأنه في 1990 مثلا لما اشتد الصراع بين المافيا وبين الحكومة الإيطالية، تم القضاء يعني على بعض منها، ولكن رؤوس المافيا لما حكموا جبدوا العربي بالخير في المحاكمة نتاعهم، لأنه تم اختلاسات. هذا في إيطاليا؟ هذا في إيطاليا، نعم. الرجل لديه تشعبات حتى في أوروبا إذا. إيه، لا حتى في إيطاليا، لأنه معروف مثلا أنه نرجع نشوف. هو في الملف هذا بالذات الإيطاليين، يعني المافيا كان عندها دور مهم جدا في بناء الغازودوك أو أنبوب المر بين إيطاليا والجزائر. اللي عملوا بوتفليقة مع أطراف أخرى هو أنه في عوض أن يبنى خط واحد للبترول، عوض بناء خط أنبوب واحد بين إيطاليا والجزائر، قرر هو بنفسه أنه يبني أنبوبين. من هذا؟ العربي بالخير. العربي بالخير هذا الجنرال الراحل. الجنرال الراحل. والمعروف لدى العامة أنه الخط هو واحد فقط، فتعطيك يعني ما تكسبه الدولة من مال هو أنبوب واحد، والأنبوب الثاني هو الجيبة العربي بالخير والأطراف الخارجية والداخلية. هذه يعني والأموال تبيض في سويسرا. والأموال تبيض في سويسرا وغيرها، يعني في لوكسمبورغ وغيرها. فالعربي بالخير كان أول من قام بمثل هذه العمليات، يعني أمر لا يصدق. ومع الإيطاليين كذلك هو اللي أبرم المعاهدات، لأنه كان فيما يخص أول سيارة جزائرية كانت من المفروض. بين ظفرين هنا سؤال. نعم. هل يمكن محاسبة الراحلين العربي بالخير الآن؟ هل يمكن استعادة هذه الأموال للشعب الجزائري المقهور يا سيدي؟ هناك جزائريون يتصلون بنا في هذا المنبر حتى لا يجدون حتى نكون واضحين. احنا صحيح انه ميت، مش من سمة الرجال انهم يتكلموا على ميت، ولكن احنا نتكلم على الاثار نتاعو. نتحدث عن المال. لانه الجزائر، لانه بالنسبه يعني قلت لك انا بالنسبه لي العربي بالخير ثعبان، بالنسبه لي هو سرطان الجزائر. ثعبان يعني بث سمه في الجزائر، واثار السم موجوده الى غايه اليوم. لانه كل ما نشوف اليوم الجزائريين قلت لك يقتاتوا من الزباله واد السمار ومن غير ومن الزبالات الاخرى بسبب مثل هذا الرجل، وبسبب الناس اللي جابهم. هذا هو المشكله عندنا. فهو قلت لك لما نرجع للايطاليين الان، هو اللي كان وراء المشروع. اول سياره جزائريه كان المفروض انها تؤسس من قبل الايطاليين في تيارت، الا انه اختلس كل الاموال. سياره كل الاموال يعني هو مشروع بناء سياره. مشروع بناء سياره، بني الهيكل، انتاج جزائري صرف. ولكن لم ترى يوما السياره الجزائريه النور الى غايه اليوم. نهب المشروع وانتهى في بنوك سويسرا. وانتهى في بنوك سويسرا من قبل العربي بالخير وجماعته. ولكن يا سيدي هذا الكلام ايضا لا نريد ان نطال الاموات باقاويل. شوف اقول لك شيء، من اين لكم هذه الدقه في المعلومات؟ الدقه في المعلومات اعطيني يا سيدي مصدر واحد. جايه من صميم المخابرات. نقول لك جاي من صميم المخابرات. الكلام هذا من صميم المخابرات. جايه من ارشيف المخابرات. ما كانش يعني لا يوجد في الجزائر من نقطه حساسه مثل ارشيف المخابرات. هي أحس نقطة في الجزائر جاية من هناك. على كل حال والمعلومات دقيقة ويعرفها الجميع أنها دقيقة، يعني حتى في المخابرات يعرفوها أنها دقيقة. فيعني العربي بالخير يعني
عمل كثير. وقبل ما نرجع للمحاسبه عفوا، تاخذ مثلا عندك العربي بخير وش دار كذلك حتى يعرف الجزائريين وش عمل هذا الشخص. كانت عنده فتيارة، يعني عنده فتيارة الى غايه الان اكبر مينوتري، يعني اكبر طاحنه للقمح في الجزائر كلها، عملها بالاموال اللي نهبها. ليس ذلك فقط، يعني ما كفاش انه نهب الاموال وبنا بها يعني امر خاص. القمح اللي جابوا الجزائريين في اخر الثمانينات كان قمح مشع. كانت الدول الاوروبيه بعد احداث تشيرنوبيل لا تريد ان تستعمل القمح. هو شرى القمح. انا ما استغرب له كيف ضابط يستورد القمح. يعني ضابط يفترض مهمته مهمه عسكريه امنيه، هناك دوله، هناك مؤسسات، هناك وزراء. هو ما كانش ضابط، يعني ما كانش ضابط. مهمه العربي بالخير في الجزائر الان المؤكد اللي عندنا مؤكد انه مهمه العربي بالخير هي كسر الجزائر، هي قتل الجزائريين. هذه هي مهمته. التآمر على الجزائريين، هذه هي اللي كانت مهمته. كان في شوف احنا قررنا لأن القمح استورد، يعني بإشعاعاته وبيع للجزائريين، والجزائر يعانون الآن مرض السرطان. الآن ما فيش بيت جزائري ما فيش سرطان. الجزائريين الآن يتساءلوا منين جانا السرطان؟ منين جا السرطان؟ والكلام هذا يعود إلى نهاية الثمانينات. إلى نهاية الثمانينات. فيه مجموعة كذلك من أرباب الأعمال، وراءهم جنرال كذلك، قاموا باستيراد حديد من أوكرانيا، حديد مشع. كانت مصر رفضته. الجزائريين يعني هذا رغم أن تواتي وجماعته، الجزائر في عهد بومدين كانت مشروع ضخم للحجار. ليش؟ لأنه الحجار قتلوا مركب الحجار، قتلوا العربي بالخير. هو اللي هدم كل أكبر مشاريع في الجزائر، هو اللي هدمها. ولكن العربي بالخير كفرد معه أكيد آخرون. أنا أقول لك بارونات كبيرة. العربي بالخير معه بارونات، عندك خالد النزار، عندك محمد تواتي، عندك محمد العماري. هي بالخير وحرداني هذا وحرطاني. حرطاني شوف بعد الحديد، يعني حرطاني مثلا هو كان من أقرب المقربين للعربي بالخير. لأنه كان مدير في المستشفى المركزي للجيش الوطني الشعبي في عين ناجة، والعربي بالخير هو اللي نصبه في منصبه. الحرطاني للضباط الجزائريين اللي ما يعرفوش انه حرطاني انا كشفت في سنه 1989. الحرطاني هذا راحل ولا لا موجود؟ الحرطاني موجود وما زال في منصبه، وما زال معروف. لا خرج، ولكن معروف بالفساد. لما راح العربي بالخير نزعوه وحطوا مكان اخر. حرطاني كان معروف بالفساد. وفي 1989 انا كنت اعمل ذلك الوقت في المخابرات، وكنت اعطيت ملف ثقيل جدا. كان رئيسي المباشر، يعني بعد المباشر كان توفيق. كنت اعطيت ملف ثقيل جدا حول أدوية كان يجيبها الحرطاني، وكان يجربها على الضباط والجنود الجزائريين، وكان يعطي تقريرات على يعني الجنود الجزائريين صاروا حقل تجارب، صاروا فئران تجارب. وحرطاني ياخذ عليها أموال من طرف للابوغاتوار، من طرف المخابر الخارجية. هذا هو حرطاني. الناس وصلت. هناك حديث أيضا عن صفقة أدوية من الهند فاسدة. شوف أقول لك أنه الجزائر هي من أكبر مستورد الأدوية في العالم، هذه معروفة. نعم. ولكن كان فيه رجال قرروا أنهم يعملوا أكبر منتج مركب صناعي لأدوية في الجزائر. المركب الصناعي كان وراءه رجل قام يعني بفرض النفوذ عليه وساعده حتى كبر هذا المركب. إلا أنه هذا المركب من بعد كسر. ليش؟ لأنه أصبح مثلا، احنا نتكلم على اللي صار حقيقة في الجزائر. أصبح الدواء باش يجيبوه من الخارج كسروا المركب صيدال في المدية، وأصبح الممول للدواء هي بنت الجنرال اسماعيل العماري اللي كان اليد اليمنى للعربي بالخير. بنت اسماعيل العماري، امال العماري او امال العلاب، تستورد شوف وش تستورد، والارباح لها شخصيا. تستورد ادويه من ربوع العالم. تستورد حبوب لطرح الجنين، اي لمنع الحمل المباشر. نعم. عملت بها فظاعه في الجزائر. الحبه تباع، هي تستوردها، والحبه تباع في السوق السوداء بمئات آلاف دينارات من جهة ثانية تستورد أدوية من الهند. هذه الأدوية ما عندها ولا مفعول. أغلبية الشعب الجزائري الآن يستعملوا أدوية للضغط مثلا، ما لقاوش نفوسهم. الكثير منهم يموت. ليش؟ لأنه مثل هذا الشخص هذا يستعمل، تجيب أدوية
غير صالحة، وتجيب أدوية كذلك من فرنسا. عندها شركة غرابة الأمر أنه شركتها يعني أنه الممثلة الأخرى للشركة هي فرنسية اسمها لور بوني،